السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم في اتم الصحه والعافيه. اليوم نهار جديد او روتين جديد بديتو معكم اختي من العشيه، يعني غيكون روتين مسائي. اول حاجه درت اختي دخلت للمطبخ باش نطيب الغداء، فقررت انني غادي ندير غير الكسكسو بما انني ما درتوش 3 الجمعات، فقلتها اليوم الخميس ان شاء الله غنديرو. بغيت نهار الجمعه نمشي للحرم، داكشي علاش ما غنديروش الجمعه، يعني سبقته نهار قبل. صافي هادشي اللي كاين. المهم خليكم معايا، اليوم نهاري غادي يدوز ما عرفتش اش غادي ندير فيه. المهم غيكونوا فيه بزاف ديال الحويجات اللي غادي يقدروا يعجبوكم. وقبل ما غادي نبدا الروتين ديالي، اول حاجه غنقول لكم البنات فرحوا لي بزاف، وانا راه فرحانه وكنشكركم من القلب انني وصلت ل 700 وزياده مشترك، وما كنتش متوقع انني غادي نوصل لهذا الرقم هذا. وكنشكركم بزاف وكنشكر الدعم ديالكم وتعاليقكم اللي كتشجعني، كنشكركم بزاف بزاف. وان شاء الله نوصلوا للهدف الجاي 1000 مشترك، علاش لا؟ واللي مازال ما دارش الاشتراك مرحبا به في العائله ديالنا. وكنقول لبنيات الوليدات اللي نجحوا في الباك مبروك عليكم والف مبروك، والله يوفقكم، الله يوصلكم المراتب العليا ان شاء الله. وحتى الوليدات اللي عندهم استدراكيه الله ينجحهم، واللي ما ساعدهمش الحظ هذا العام ان شاء الله العام الجاي ينجحوا. غير الانسان يعني يحاول يصحح الاخطاء ديالو ويجتهد، ورما غيكون غير الخير ان شاء الله. ايوا صافي هنا كيف ما كتشوفوا طيبت الغدا ديالي، هذه القصيريه جات غزاله ما شاء الله، اللهم اديمها نعمه. حطيت معاها اللبن. صافي هذا الشيء اللي كاين الغزالات ديالي. غادي نتغدى. صافي هنا بعد ما تغديت وساليت درت المعينات في الماكينه باش يتغسلوا، وهنا دازت اختي باش غنهضر لكم على ديك المكنسه الكهربائيه. جاوني عليها بزاف التعاليق في لا فيديو، اخر فيديو اللي حطيت لكم، كيسولوني الناس منين شريتيها، بشحال الثمن ديالها، كيفاش طريقه الاستعمال. فانا قررت اني غندخلها لكم في الروتين، نهضر لكم عليها شويه باش حتى اللي بغات تطلبها تعرف الاستعمال ديالها كيدير، لان هي فيها بزاف الريوس فاش تسعد الراس، فخصكم تعرفوا كل راس لاش كيصلح. فهمتوا البنات؟ باش حتى اللي بغات تطلبها مهم تكون خايده عليها واحد الفكره، لان الا جبتيها وحطيتيها ما تعرفيش الريوسه كل واحد لاش كيليق. انا وقعت معايا في الاول، حتى دخلت وقريت عليها وشفتها باش فهمتها مزيان. المهم هذاك التحتاني اللي وريتكم تما كاين منين كتشحن، وهذاك البوطونه اللي كنضغط عليها تما منين ومنين كتشعل، ومنين كتزيدي في السرعه ومنين كتنقصي. صافي هنايا متفاهمين. غناخذ الراس الاول اللي غتشوفوا هو هذا الازرق هذا، كتلصقيه في هذيك التويشيه اللي الكحله تما فين كتلصقيها، وكتلصقيها في الراس ديالها تما. وهذيك كتغسلي بها الماعن، كتليق مثلا الطبيصلات الطنيجرات كتغسليهم. هذا هو الراس الثاني الصغير، هذا كيليق مثلا الرخام البوطه، كتحكي به البوطاجي. فهمتوا؟ المهم هذا الراس هذا حتى هو اللي كتشوفي، هذا الكبير هذا كتنظفوا به الارض، يعني كتحكوا به الارض نتوما غتشوفوا. وبالنسبه العصا ديالها راه فيها جوج الانواع، كاينه القصيره وكاينه الطويله. نتوما شوفوا اللي بغى الطويله باش توصل لك للسقف، ردوا البال اللي بغى يطلبها يشوف المقاس ديال العصا. فهمتوا؟ باش ما تجيبوش القصيره ما غتوصلش لكم حتى للسقف. انا هذه كتوصل ليا حتى للسقف ما شاء الله، وكتحك من القلب وزوينه. زعما ماشي كنمدح لكم مع اي شهر ولا شي حاجه، انا غير نتوما سالتوني بعد تساؤلات عليها فقلت ندير لكم فيديو. هاد الاسفنج هذه اللي كتشوفوه هذه حتى هي كتليق، لا بغيتي تمسحي لاهوت تحكي لاهوت، بغيتي مثلا الثلاجه الفران، هذه حتى هي اللي كتشوفوا. هذه اختي كتليق للكنب، مثلا كديري شي برودوي اللي كيعجبك وكتمسحي بها الكنب. فهمتوا حتى لهنا دابا؟ المهم هذه قلت لكم ديال الكنب كتمسحي بها الكنب. هاد اللي كتشوفوا كبيره، وكاينه وحده اخرى صغيره، يعني كاينين جوج الاحجام، الكبيره والصغيره. هاد الكبيره مثلا كتليق للزاج، بحال مثلا عندك الزاج ديال الحمام ديال الحمام ماشي المرايات، والصغيره كتليق للمرايات، يعني جميع انواع ديال الزاج اللي عندك في الدار، الكبير يا الصغير المهم كتليق ليه. هذه اللي كتشوفوا هاد الصغيره هذه كتليق للقنات، مثلا الشتاء اللي ما كتوصلش للقنات كتليق لها. هذه اخر وحده، هذه حتى هي كتحكي بها، كديرها في العصا وكتحكي بها. المهم انا غنحط لكم الكود ديال هاد المكنسه وغنحط لكم تصويرتها وغتعرفوا الثمن ديالها. هنا من بعد ما ساليت اختي دزت باش غادي ندير الكوتي، وفي نفس الوقت غيكون عشاء. غندي ندير اول حاجه غنبدا معكم، غندير معكم لي سيجار اللي كيجيو بنان وكيجيو مقرمشين وبواحد العجينه اللي هي بسيطه وما كتكلفش، يعني غير 3 المكونات، ولكن راه كتجي مقرمشه. ما نعاودش لكم بحال ديك الورقه ديال البسطيله اللي كتباع برا. بالنسبه للناس اللي ما كيلقاوش ورقه البسطيله اللي خارج المغرب، راه هذه كتعوضوها بالورقه، راه كتجي زوينه حتى في البريوات. صافي هنايا متفقين.
صافي هنا درت 4 الكيسان ديال الفورص اللي غربلتهم ديال العنبه. غنعبر لكم بالكاس ديال العنبه. درت معاها 2 معالق كبار ديال السنيده و2 معالق كبار ديال الزيت. 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض اللي مغربل، 2 معالق كبار ديال السنيده و2 معالق كبار ديال الزيت. هنايا درت الكاس الاول اللي خديت الماء غير من الروبيني ماشي سخون، وكنخلط مزيان حتى غادي نجمع العجينه ديالي، ولكن العجينه ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه. نتوما راكم كتعرفوا العجينه ديال المسمن خاصها تكون شويه مرخوفه بحال هكذا. المهم العجينه هزت ليا 2 الكيسان الا ربع ديال الماء، 2 الكيسان الا ربع ديال الماء. صافي هنايا غادي ندير لها واحد شويه ديال الزيت وغنخليها ترتاح هنايا على خاطرها. غنغطيها بواحد الميكا ديال المطبخ وغادي نخليها ترتاح. هنا دزت خديت واحد المقيله اللي غندير فيها واحد العاشق كبيره ديال الزبده، وغندير فيها واحد شويه ديال الزيت، وغنخلي ديك الزبده والزيت حتى يتفاعلوا ليا مزيان، وغنزيد عليهم واحد حبه ديال البصله اللي شلطتها. فهمتوني؟ غندير معلقه ديال الزبده والزيت، وغندير نزيد عليهم واحد البصيله مشحره، وغادي نزيد الفلفله على حسب اللي عندكم وموجود في الدار. انا عندي فلفله خضراء وحمراء هي اللي درت، نتوما عندكم غير خضراء بوحدها اكتفيوا بها، عندكم صفراء وخضراء المهم اللي عندكم في الدار. انا اللي موجود عندي هي فلفله خضراء وحمراء، قطعتها حتى هي طريفات صغيورين، وغادي نشحر كل شيء مزيان حتى ديك البصله والفلفله تطلق ليا ديك المويها ديالها. هذا السر باش كتجي الحشوه بنينه، هي ملي كتخلي البصيله الفلفله تطلق لك ديك المويها ديالها. انا هنايا راه شوفي راه طاحت ليا ديك البصيله وديك الفلفله وطلقت ليا ديك المويها ديالها مزيان وخليتها تشربت شويه. غنزيد عليها الصدر ديال الدجاج اللي كنت غسلته قبل، درت ليه شويه سكينجبير شويه الحامض باش ما تبقاش ديك الزفره ديال الدجاج. صافي قطعته طريفات صغيورين وشحرته مع ديك البصيله ومع ديك الفلفله وصافي والزيت والبصله. درت ملعقه ديال الفلفل الاسود، معلقه ديال التحميره، معلقه ديال السكينجبير، واحد المعلقه صغيره ديال الثوم بودره. الا عندكم حتى البصله بودره ديروها، انا ما عنديش سكينجبير. صافي هذا الشيء اللي درت، وغادي نخلط كل شيء مزيان. راه كتجي واحد الحشوه اللي بنينه وما تشبعوش منها. غير جربوا وتبعوا الطريقه ديالي وردوا عليا في التعليقات. كيجيو لي سيجار خطيرين، واحد القرمشه ما نعاودش لكم، وخفاف حتى ديال هذا الصيف مع واحد الشربه غادي نقدمها لكم حتى هي ان شاء الله. غنكملوا هذا ونمشيو للشربه. صافي هنايا غادي نحرك مزيان حتى ينسجموا ليا دوك التوابل مع الخضر اللي درت مع داك الصدر ديال الدجاج. هنايا غادي نغطي عليها ونخلي داك الصدير حتى يطيب ليا حتى هوايا وتعلك ليا ديك الخضره. صافي هنا من بعد ما راه طاب ليا الصدر ديال الدجاج، طابت الخضره، يعني طاب كل شيء. شوفوا راه خليت ديك المياه حتى نشفت. صافي غنزيد هنايا واحد المربع ديال الشعريه اللي شديته خويت عليه الماء سخون حتى ترقد ليا مزيان، وصفيته وقطعته يعني قطع شويه صغيره ماشي ما خليتهاش طوال. فهمتوني؟ دابا صافي دابا غادي ما غاديش نغطي على المقله، غادي نخليها بحال هكا حتى تشرب ليا ديك المويها اللي في الشعريه، تشرب ليا حتى هي ما خصهاش تبقى عندي نهائيا ديك المويها. صافي باش ما تخسرش ليا العجينه ديالي. هنا غادي نبقى نشحر في داك الشيء، والبوطه راه دايرها غير مهيله ما مكثراش يعني ما مجهداش البوطه، وغنبقى نحرك بايديا حتى تنشف. من بعد ما نشفت ليا غادي ندير الزيتون مقطع. نتوما الزيتون ديروه على حسب الزيتون اللي عندكم الاسود ديروه، عندكم الاخضر ديروه، اللي عندكم اللي متوفر خدموا به، ما عندكمش الزيتون ما ديروه. صافي هنا من بعد ما نشفت ليا ديك الحشوه درت الربيع حتى هو زدته وغادي نحرك شويه. صافي وغادي نطفي، غنخلي العجين هاد الحشوه ديالي عفوا حتى تبرد ليا مزيان باش غادي ندوز للعجينه. هنا العجينه انا راه كورتها كويرات قبل، جاتني 12 كره وخليتها حتى ارتاحت حتى هي على خاطرها. هنا الحشوه ديالي راها بردات، خديت الزبده القياس اللي غيقدني في الكرات، طيبتها خليتها كتغلي تغلي حيدت منها داك الحليب حتى ولات ليا بحال النوازيط، هي اللي غادي نسمن بها. صافي هنا خديت الكره الاولى غادي نسرحها مزيان حتى يبدا يبان ليا سطح العامل. هنا فين كاينه الخدمه، فهموني؟ هنا فين كاينه الخدمه. ما تخليوش العجينه غليظه، الا خليتو العجينه غليظه راه كيجيو لي سيجار مدقسين يعني كيجيو غلاظ شويه. اما الا رققتوها مزيان وحتى يبان لكم سطح العامل راه كيجي داك لي سيجار مقرمشين بحال اللي دايره الورقه ديال البسطيله. فهمتوني؟ دابا حتى لهنا راه حنا مفاهمين. المهم غير جربوهم، راه والله الا كيجيو بنان ولذاذ وديال الصيف. يعني مثلا اللي كيبغي يدير مثلا الشعشيوه يدير بحال هكا الشربه معها لي سيجار مره بريوات، كيجيو حتى الاكلات خفاف وكتنعسي وانت مرتاحه.
صافي هنا بعد ما كملتهم حطيتهم في هاد اللاطه اللي درت ليها ورقه الزبده واستفتهم. غادي ناخذ هنايا صفر ديال البيض وغادي نخلطو مع الصوجه. انا هنا خديت جوج صفرة البيض لان عندي البيض صغير، خديت جوج، خديت غير الصفر بلا بيض. صافي هنا خلطتهم مع الصوجه وغادي نبدا ندهن في الوجه ديال لي سيغار. نتوما ما عندكمش صلصه الصوجه ما ديروهاش، اكتفيو غير بصفرة البيض، ما ديروا لا حليب لا خل، ودهنوا لي سيغار. فهمتوني؟ صافي هنا غادي نكمل غندهنهم كاملين بحال هكذا وغادي نكملهم وغادي نزوق. انا غادي ندير غير الزنجلان، ما عنديش بودره الخشخاش. نتوما لا عندكم ديروا بودره الخشخاش، ديروا الزنجلان، ديروا اللي حبيتو. ما بغيتوش بغيتو تخليهم غير هكذا ديرهم راه حتى هكا كيجيو زوينين في كلتا الحالتين، ماشي ضروري حتى نرشوهم بشي حاجه. المهم غير الصلصه ديال الصوجه كتعطيهم واحد اللوين، واحد المنظر اللي زوين. هنا صافي من بعد ما دهنت الوجه ديالهم دزت هنايا غادي ندير عليهم غير الجنجلان كيف ما قلت لكم. صافي هما باش غادي نرشهم كاملين وغادي ندخلهم للفران على درجه الحراره. سخنت انا الفران قبل على درجه الحراره 200 وشي شويه، غادي نقص غنخليها غير 180 ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. هنا كيف ما كتشوفوا خديت واحد السكين اللي غير مثلا كنديرها خطيطات غير خفاف غير من الفوق، ماشي كنشقهم بزاف، لانني ملي غادي ندخلهم للفران ولا فتحتهم بزاف ديك الحشوه اللي لداخل غادي تيبس وغتولي كارمه. فانا غير كندير غير خطيطات خفاف يعني غير كديكور. فهمتوني؟ هادشي اللي بغيت نوصل لكم، يعني ما تضغطوش بالموس بزاف. غادي تنشف لكم الحشوه وغادي يجيو مزوينين كيف ما قلت لكم. المهم هنا خرجتهم من الفران جاو غزالين، جاو واحد اللوين اللي غزال. هنايا راه ماشي واه سخان سخان سلام سخان بزاف حتى يبردوا ونعاود نشاركهم معكم لانهم سخان. انا هنا البنات ما عرفتش كيفاش بديت معكم لا فيديو من الاول. ملي بديت كنطيف هاد الشربه، ملي جيت نشوف ما لقيت حتى شي حاجه، ما عرفتش كيفاش مشى ليا داك الجزء الاول. المهم انا هنايا راه درت عاشق ديال الزبده، درت الزيت، درت شويه الزنجبيل محكوك طري، وشحرت بصيله حتى هي قطعتها طريفات صغار شحرتها، زدت عليها صدر ديال الدجاج حتى تشحر ليا شويه، وزدت جوج خيزوات محكوكين وجوج قرعات محكوكين. صافي لان ما عرفتش هذا الجزء هذا الاول فين مشى ليا. صافي هنايا من بعد ما تقلات لينا مزيان هاد الخضيره مع هاد الصبير ديال الدجاج، هاد التقليه اللي كنقليو ديال الخضره هي اللي غتبان لنا ديك البنه واللذه في لاصو. غادي نزيد الماء، انا غندير تقريبا شي لتر ديال الماء. من بعد ما زدت الماء غادي ندير واحد الملعقه صغيره ديال الملح، والملح كل واحد على حسب الذوق اللي كيبغي. وغندير واحد الملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود، والذوق راه كيبقى لكل واحد الاختيار ديالو. صغيره ديال الزعتر، نتوما بغيتو ديروا الزعتر واليازير ديروا، انا اكتفيت غير بالزعتر بوحدو هو اللي موجود عندي درتو. غادي نحرك مزيان بحال هكذا بهذه الطريقه حتى ينسجموا ليا العناصر كلها. ومن بعد غادي ناخذ واحد جوج بطاطات اللي غادي نغسلهم مزيان وغنقيهم ونقطعهم على 4 كيف ما كتشوفوا انا قطعتهم على 4. صافي غنحرك وغنخلي كل شيء غيطيب. هنا بعد ما طابت ليا ديك البطاطا راني قلبتها لقيتها طابت. صافي غادي نحيدها من الطنجره. وهنا فين كاين السر،
هنا راه ما غندير انا الكريمه ديال الطبخ، ما غندير لا الدقيق الابيض زعما ندورها به، ولكن راه كتجي بنينه ولذيذه والله ما شبعنا منها البنات، غزاله جات خفيفه، جات على مزويناتها. هنا بعد ما خديت ديك البطاطا اللي تسلقت درتها هنايا في هذا الخلاط الكهربائي، غادي نزيد معاها الحليب، شويه ديال الحليب باش يخفف ليا القوام، وغادي ندير واحد العلبه ديال دانون مسوس. صافي غندير غير 3 الحويجات وغادي نطحنها مزيان حتى تطحن ليا. المهم القوام اللي حصرت عليه راه قوام ثقيل، هذا القوام غادي نخويه هو باش غادي ندور هاد الشربه ديالي. ها نتوما شوفوا كيف ثقيل ولكن راه كتجي بنينه. صافي غادي نخويه كامل وغادي نحرك مزيان حتى ينسجموا ليا العناصر، وغادي ناخذ واحد شويه ديال الحليب. انا هنا راه داك الحليب اللي بقى ليا في العلبه راه زدته هنايا. صافي غادي تقريبا هزت ليا واحد نصف لتر ديال الحليب هو اللي هزت ليا. غادي ناخذ واحد شويه ديال الحليب وغادي ندير معاه 2 معالق كبار ديال المايزينا. غندير الحليب وغندير معاه 2 معالق كبار ديال المايزينا. هنا غادي نزيد داك الخليط ديال النشا مع الحليب هو اللي غادي ندير باش يتقل ليا شويه الشربه. بالنسبه اللي ما كيبغيش الشربه ثقيله بزاف يدير غير ملعقه كبيره ديال النشا مع الحليب. صافي انا هنا خلطت مزيان، غادي نزيد عليهم واحد المربع ديال الشعريه الصينيه اللي درته في الماء سخون مزيان حتى طلقت وصفيتها وقطعتها طريفات صغار. غادي نزيد عليهم صافي وغادي نحرك مزيان كل شيء. من بعد غادي ناخذ واحد الملعقه كبيره ديال القزبر وبقدونس غادي نزيد عليهم وغنخلط كل شيء مزيان. غندوق هنايا الملحه ديالي واش هي هذيك ولا لا، الا كانت مسوسه راه غادي نزيد الملح. المهم صافي راه كتحصلوا على واحد الشربه اللي خفيفه وكتجي بنينه ولذيذه بزاف. كتليق بحال هكايا الليل باش الانسان كينعس خفيف. والله الا زوينه بزاف، غير جربوها وكتبوا لي في التعليقات كي جاتكم. صافي المهم هنا راه كنحرك مزيان، غادي نخليها غير واحد 5 دقائق فوق النار. صافي وغادي نطفي عليها. شوفوا الشكل النهائي، جات واعره جات بنينه. شوفوا اللوين ديالها كيدير، يعني ترافقوها ماشي غير بلي سيجار، ترافقوها بالبريوات عامرين بالكفته، ماشي ضروري الدجاج. المهم باي حاجه تقدروا تحطوها غير بوحدها راه غير هي كافيه ما شاء الله. المهم هذا هو التقديم.